ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ورقه لحمه بطريقه سهله وسريعه وتتبيله مميزه قوي، تتبيله المطاعم. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن قطعيات اللحمه وعن السوى المظبوط وازاي اللحمه تبقى دايبه معاكي كده زي الزبده وتضمني السوى بتاعها 100%. الوصفه دي لو مستعجله او في يوم مش عايزه تعملي اصناف كتير هتجهزيها على طول جنب شويه رز والغدا هيكون جاهز. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا معايا كيلو من اللحمه البقري، طبعا مقطعاها شرايح رفيعه شويه او قطع تكون يعني متوسطه الحجم مش كبيره. زي ما انتم شايفين السمك بتاع شريحه اللحمه مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، بحيث ان احنا نضمن السوى السريع للحمه. طبعا لو اللحمه جايه لك متقطعه كبير شويه تقدري انت تقطعيها بالسكينه لمكعبات متوسطه او شرايح رفيعه زي ما انا عامله كده. طبعا في البداية أنا هتبل اللحمة مع شوية ملح وشوية فلفل ورشة من الحبهان البودرة، وهدعك كده اللحمة في التوابل دي كويس قوي. هدخل كده التوابل فيها وهسيبها على جنب لمدة 10 دقايق لحد ما أجهز الخضار بتاعي. طبعا بدعكها كويس عشان التوابل كده توصل لها ويكون ريحتها حلوة. الخضار بقى اللي معايا اللي انا هضيفه في ورقه اللحمه: فلفل اخضر، جزر، طماطم، فلفل الوان، معايا كمان بصل مقطعاه جوانح زي ما انتم شايفين كده، بصل كتير يعني حوالي 3 أو 4 بصلات مقطعاهم جوانح، ومعايا 2 بطاطس مقطعاهم صوابع. والتوابل اللي هستخدمها هتكون قرفه وجنزبيل ورشه بابريكا وملح وفلفل وكزبره ناشفه ورشه كمون، وكمان رشه من الثوم البودره ورشه من جوز الطيب. طبعا انا هتبل الخضار اللي انا هستخدمه في الوصفه دي بنفس التوابل اللي انا هضيفها مع اللحمه، بحيث ان الطعم كله يكون واخد من طعم بعضه. طبعا ورقه اللحمه ممكن نضيف فيها اي خضار انت عايزاه، ممكن كوسه، مثلا بسله، فاصوليا، اي خضار انت عايزاه. انا النهارده اكتفيت بالبطاطس مع الجزر والفلفل والطماطم، وضفت كمان معلقه صغيره من الثوم المفروم زي ما انتم شفتوا. طبعا ورقه اللحمه الشكل المعتاد للخضار بتاعها بيكون مكعبات، انا النهارده حبيت اغير وقطعت الخضار لصوابع كده زي ما انتم شايفين او شرايح، بس صوابع تكون محمله مش صوابع رقيقه يعني عشان الخضار ما يتهريش معايا. قلبت الخضار كله في بعضه كويس قوي مع التوابل وهركنه على جنب يشرب كده من التوابل لغايه ما اجهز الخطوه اللي بعد كده. انا جبت طاسه وسخنتها كويس جدا، حطيت فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين زبده. طبعا ممكن تستبدلي الزبده بالسمنه، بس انا استخدمت النهارده زبده. طبعا سخنتها كويس جدا، واول خطوه في نجاح اللحمه او نجاح ورقه اللحمه بتاعتي النهارده هي تسخين الطاسه كويس قوي، لاني لما هسخن الطاسه كويس قوي وهاجي انزل اللحمه اديها صدمه، طبعا اللحمه بتفضل محتفظه بالسوائل اللي جواها وبتاخد صدمه سريعه وما بتنزلش سوائل كتير في الطاسه. لكن لو الطاسه مش سخنه او درجه الحراره واطيه، طبعا يا جماعه اللحمه بتنزل ميه ويعني السوى بتاعها بيكون بطيء شويه. طبعا لازم نستنى لما ترجع تشرب الميه تاني، وطبعا هتاخد وقت طويل قوي على النار يعني، وبعد كده النتيجه مش هتكون مظبوطه، اللحمه هتكون بتشد وهتكون ناشفه شويه. فطول ما احنا بنسوي اللحمه لازم نحافظ على درجه حراره الطاسه تكون سخنه جدا. اهو انا اديتها صدمه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هقلبها على الناحيه التانيه وهفضل اشوح فيها كده لغايه ما تاخد كلها لون واحد. طبعا انا حطيت معاها ورقتين لورا عشان يدوني كده ريحه حلوه، وبعد كده هكمل. طبعا بالنسبه لقطعيه اللحمه اللي انا مستخدماها النهارده هي السن. طبعا انت تقدري تستخدمي اي قطعيه تعجبك، ممكن السن او قشره اللوحه بتكون مناسبه قوي في الطواجن او اللحمه اللي بنعملها يعني مع الخضار، وبتستوي بتبقى دايبه معانا كويس قوي. ممكن كمان شرايح الستيك بتستوي بسرعه وبتكون حلوه جدا. عموما احنا ممكن يعني اي قطعيه لحمه هتنفع معانا لو انت مش بتعرفي قوي في قطعيات اللحمه او عندك لحمه معينه، ممكن لحمه ضاني، ممكن اللحمه بتاعتك كبيره شويه، ممكن تكوني مثلا مقلقه من السوى بتاع اللحمه، تقدري تضيفي كوبايه ميه بعد الخطوه اللي فاتت دي، تضيفي كوبايه ميه وتسيبيها على النار لمده ربع ساعه كده تشرب الميه بتاعتها عشان تضمني انها دخلت في السوى.
طبعا انا شلت اللحمه بسرعه في طبق تاني بعد ما سبتها على النار كده حوالي 10 دقايق، ومكان اللحمه نزلت الخضار، قلبته كويس قوي عشان ياخد نفس التوابل ونفس الريحه بتاعه اللحمه ونفس الدهون كده اللي متبقيه من اللحمه، وضفت عليه معلقه صلصه وسبته على النار لمده دقيقتين بس. يا جماعه انا مش هسوي الخضار، تمام، انا بس مجرد ان انا شوحته مش اكتر. بعد كده جهزت صينيه عندي، ممكن بايركس او الومنيوم او تيفال، اي صينيه عندك تنفع، وضفت فيها ورق الومنيوم فويل كده زي ما انتم شايفين، ورقه كبيره يكون الجوانب بتاعتها كده طالعه لبره عشان نقدر نغطي يعني على اللحمه، وضفت ورقتين عكس بعض، وبعد كده حطيت ورقه زبده عشان طبعا ورق الفويل ما يلمسش الاكل، لانه طبعا بيكون مش مفيد قوي طبعا ان هو يلمس الاكل. حطيت ورقه زبده، وبعد كده نزلت الخضار اللي انا شوحته كويس قوي وفردته كده في الصينيه، وبعد كده هنزل على الوش بتاعه اللحمه. طبعا في المرحله دي احنا مش محتاجين نضيف ميه ولا اي حاجه، لان الخضار هينزل الميه بتاعته، والبخار اللي هيتكتم جوه الورق هو ده اللي هيساعدني في تسويه اللحمه. اهو زي ما انتم شايفين انا وزعت كده اللحمه كويس قوي، وبعد كده هقفل عليها كويس بورقه الزبده، وهضيف ورقه زبده تاني عشان برضو الوش ما يلمسوش خالص ورقه الفويل، ونحتفظ بكل البخار اللي طالع من الخضار واللحمه، هو ده اللي هيسوي بعضه منه فيه. وبعد كده قفلت عليها اهو كويس قوي بالالمنيوم فويل، بحيث ان مفيش ولا ناحيه تكون يعني ايه ادي فرصه للبخار انه يطلع من اي ناحيه. وبعد كده طبعا انا دخلتها الفرن على درجه حراره 200، الفرن مسخن من قبل ب10 دقائق، وبتقعد في الفرن حوالي نص ساعه بالكتير قوي، وبتطلع معاكم بالجمال اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم الريحه كانت رهيبه، الطعم خطير جدا، الخضار مستوي تسويه مظبوطه 100%. بصوا يا جماعه ما تهراش، صوابع البطاطس زي ما هي، صوابع الجزر زي ما هي، بصوا حتى لما بضغط عليها هي طبعا كانت سخنه جدا، فانا لما يعني كنت بحاول كده اقطعها عشان اوريكم التسويه مظبوطه 100% يا جماعه. بصوا اللحمه يعني دايبه جدا، وانا بقطعها كده بتتقطع معايا بكل سهوله، واللي ساعدني في كده طبعا الصدمه اللي انا اديتها لها في الاول، وهي كمان اللي ادتني اللون الجميل ده كأن اللحمه متحمره. طبعا احنا مش محتاجين نشغل شوايه او اي حاجه، لان طبعا هي واخده اللون المحمر الحلو، وكمان في الفرن كملت سواها وخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا جربوا اعملوها في العيد، كل سنه وانتوا طيبين. ممكن تعملوها في اي وقت لو انتي مستعجله، او لو مش عارفه تعملي اكل ايه، جنب شويه رز كده قطعي الخضار ومعاه اللحمه وبسرعه تستوي معاكي، وهيكون الغدا جاهز معاكي على طول. يا رب تكون الوصفة دي عجبتكم، وانا هستنى تعليقاتكم. لو عايزين اي وصفة حابين ان انا اعملها ممكن تكتبوا لي في التعليقات، انا بقرا كل التعليقات، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.